السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل رموش الست او عيون الشهد مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. بصوا الذوبان بتاعها دايبة ازاي، شايفين؟ هريسة، بسبوسة دايبة. مكوناتها بسيطة سهلة وكمان مش مكلفة ابدا. شكلها حلو وطعمها خطير يا جماعة. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم جدا جدا. تعملوها في رمضان لو عشنا ان شاء الله. في الاول هنبدأ بالعسل. حطيت كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت كوباية وكوباية تانية ما جتش معاكم. بالنسبة للمية ادي كوباية، بحطها بالراحة جدا علشان خاطر السكر ما يطرطش كده في الحلة في الحروف ويسكر معانا. حطيت الكوبايتين، قلبت تقليبة صغيرة كده، بس انا بقلب بالراحة طبعا، انا مسرعة الفيديو، انا بقلب بالراحة جدا. خلاص زي ما قلت لكم عشان الحبيبات بتاعت السكر ما تجيش في الجناب بتاعت الحلة. حطيته هنا على النار بقى وهسيبه، ومش لازم ندوبه للاخر، عادي يعني. هسيبه كده شوية مع نفسه بقى، كده كده هو هيسيح من الحرارة. وبعدين لما يغلي هنزل عليه بالمية. جيت بقى المكونات بتاعت العيون او رموش الست. عندنا 125 جرام من السمنة بدرجة حرارة المطبخ. خلاص، معانا 77 جرام من السكر البودرة. معانا بيضة كاملة وبياض بيضة وفانيليا. خلاص، وهقلب. ومعايا سميد 32 جرام من السميد زي ما انتوا شايفين كده. وهقلبهم مع بعض كلهم. هفضل اعجن بقى لحد ما يبقى بالشكل ده، بقى لونه فاتح زي ما انتوا شايفين. بالنسبة للدقيق انا كنت حاطة 310، بس فاض منهم بتاع معلقتين كده. خلاص، على حسب ما اللي هي المكونات السائلة خدت معايا. طبعا انا لقيته كل ما يعوز دي بحط له. ودي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. عفوا. وهقلب بقى المقادير كده بالمعلقة او بالسباتيولا. وبعد كده بايديا بقى هعجن زي ما انتوا واخدين بالكم معايا كده. خلاص، اول ما العجينة احس انها ما بتلزقش في ايدي هوقف الدقيق وهوقف العجن كمان. هنا حسيت انها بتلزق، روحت نازلة كمان بالسباتيولا دي بمعلقتين كده من السباتيولا اهو. زي ما انتوا شايفين طريقة سهلة ومكوناتها سهلة جدا وبسيطة. ملحوظة البيضة التانية اللي احنا خدنا بياضها هنخلي الصفار عشان نبقى ندهن بيه رموش الست. خلاص، زي ما انتوا اهو عجنت العجينة وخلاص لقيتها مش بتلزق. وفاض معلقتين من الدقيق من 310. انا هكتب لكم المقادير بالظبط بالظبط في صندوق الوصف، لان ساعات الواحد من كتر السرعة بتاعت الفيديو عايز يقولكوا على كل حاجة، بساعات بينسى، بتقع منه معلومة. فان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف. ده بالنسبة بقى للعسل، انا رحت له تاني لقيته غلى. اول ما غلى كده رحت عصرة ليمون، نص ليمونة بس، وكمان رشة فانيليا صغيرة. وهسيبه شوية يعني العسل بتاعها، لانه في سميد هيبقى وسط، لا هو ولا هو خفيف ولا هو تقيل. هسيبه يغلي بتاع 10 دقايق كده. اهم حاجة ما يبقاش تقيل معانا، يبقى وسط. خلاص، ابتديت ان انا اكور الكور كورت عيون رموش الست. كورتها وابتديت اعملها بعد كده زي صباع الكفتة، اصبعها. وابتديت ان انا اسويها من تحت ومن فوق، يعني ارفعها كده من الحروف. واضغط بايدي كده في النص، اعمل لها زي تجويفة يعني. بصوا معايا كده، زي صباع الكفتة ادوس بصباعي اعمل لها تجويف، وبعد كده اساوي من الحروف بتاعتها فوق وتحت، ارفعها شوية كده. وادي شكلها. بس هنا حصلت معايا مشكلة، دخلتها الفرن من غير ما ادهنها صفار البيض. وبعدين افتكرت روحت مطلعاها تاني ودهنتها، كانت طبعا اتشمعت وده غلط. بس انا حبيت اقول لكم ان انا نسيت.
رحت مدخلاها من غير ما ادهنها، وبعد كده رحت مخرجاها تاني، فهتلاقوها عاملة زي قشرة كده من فوق بعد التسوية. بس دي طبعا احنا عارفين سبب، انا عرفت سبب. دي كده شوكة، وابتديت ان اخطط خطوط بسيط قوي على الوش، وهدخلها على درجة حرارة 180 درجة مئوية. هنسويها من تحت وبعدين من فوق وهي سخنة، والشربات بارد او دافي. هو كان بارد معايا، وابتديت ان انا ايه اسقيها العسل بتاعها، وبعد كده هقلبها على وشها عشان تشرب من كل الجوانب، واسيبها شوية طبعا تشرب، يعني خليها 10 دقايق في الشربات ده عشان تشرب الايه العسل. دي الصينية التانية نفس الحكاية، هي بتاخد وقت في الفرن بتاع نص ساعة كده. خلاص، برضو هقلبها زي اختها بالظبط لحد ما تشرب. طبعا هي بتشرب في ثواني، وارجع بعد كده اعدلها تاني. خلاص كده الوصفة بتاعتنا خلصت والفيديو خلص. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، تسيبوا لي تعليقاتكم الجميلة اللي دايما مفرحاني. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.